السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتوا عارفين لما تكونوا قايمين كده كسلانين ومش قادرين تعملوا حاجة وتقولوا ايه؟ طب هعمل ايه والولاد؟ وبدل ما اجيب حاجة من بره جاهزة او تكاوي بالشيء الفلاني، ويا ريت بالشيء الفلاني بس ومش نظيفة وي 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 ومش زي ايد ماما طبعا. تعملي ايه بقى؟ تعملي الفرخة بتاعتي دي، فرخة الكسلانين. على فكرة في اليوم ده كنت انا في حد طالب مني الكبدة، فكنت في كبدة عملتها فجبت الفرخة دي، وبعدين كمان ايه يعني فريش جاية من الراجل على هنا، ملحقتش احطها في الفريزر كده حتى 10 ساعات تطرى ولا حاجة، فاضطريت ان انا اعملها بالطريقة علشان تطلع روعة. هنا انا قعدتها في المحلول الملحي، خلاص احنا ابتدينا المحلول الملحي ده، يعني كلنا نحط الملح والسكر والخل ونركنها ساعة أو ساعتين. هنا ببتدي أعمل الفرخة بتاعتي بتاعت الكسلانين أو بتاعت الكسالة، لأني فعلا كنت قايمة مش قادرة أعمل أي حاجة. بقطع البصل، هي الحقيقة المكون الرئيسي بتاعها البطل هو البصل، فزي ما شايفين كده قطعت وينجز وموته شوية، يعني قتلت من حدته بقى بشوية ملح وشوية فلفل. والحقيقة حطيت سماق، السماق بيدي فليفر جامد قوي في الوصفة دي. مسكت كبة وضربت فيها 3 طماطميات ومعلقتين صلصة وقرن فلفل أخضر وقرن فلفل أحمر والملح والفلفل والبابريكا والبهارات بتاعتي وجوز الطيب قليل كده، وعليها نص كوبايه ميه، وابتديت اسقسقها من الخليط ده. وطبعا ما ننساش ربع كوبايه الزيت اللي هتسوي فيها فرختك. الحقيقه انا كنت مستعجله، فبدل ما احطها في الفرن، ما هي برضو بتاعت المستعجلين الكساله، فحطيتها هنا على البوتاجاز، على عين البوتاجاز. فحطيت شوية مية علشان تساعدها تبك المية بتاعتها وتستوي بقى في قلب بعضها وتاخد الفليفر. بعمل التست. الحقيقة هي وصفة ما شاء الله سهلة وسريعة. واخدين بالكم من الأنثى بتاعت الفرخة؟ مين عندك بيحب الأنثى والرقبة يمصمصهم؟ أنا بحب أمصمصهم الحقيقة. هنا ما شاء الله عملت التست، لقيتها زي الفل استوت، حطيتها تحت الشواية زي ما انتوا شايفين. يعني ايه اللي هي السريعة الكسالة بس والله ولا أروع. فحطيتها تحت الشواية، ادتني المنظر الحلو ده، منظر الشوي. هو المفروض اللي انا اعمل جنبها طاجن رز، بس الحقيقه بنتي قالت لي لا والله يا ماما اعملي لي شويه رز اصفر مبهر، من بحب اكله من ايدك. هي المفروض جنبها طاجن رز ابيض او شويه رز ابيض. فما شاء الله زي ما انتم شايفين طلعت روعه. لايك وشير على الوصفة الجميلة السريعة بتاعة الكسالة الحلوين، يا رب تكون عجبتكم. وانا عملت لها شوية الرز المبهر، ما اقدرش ازعلها طبعا. وده عارفين ان الخلطة الكم البصل دوت بالجوس ده ولا اروع، احلى كمان من طعم الفرخه. بقت جوسي وبقت بايشه في البق وجميله، كل قطمه تطلع في بقك كده. فهتعجبك الوصفه ان شاء الله. اشوفكم في وصفات قادمه. كانت معكم منى ابو المجد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.